كلشي كيهضر على الفيلم اوديسي. الفيلم دخل 264 مليون ديال الدولار السيمانه الاولى و240 مليون ديال الدولار في جوج سيمانات، وواحد من اكبر لي سوكسي ديال هذا العام. وبزاف ديال لي سين منه تصوروا في المغرب. تروي كانت هي القصر ديال ايت بن حدو في ورزازات. البحر اللي لقاو فيه العود ديال الخشب كان في البحر ديال الصويره. وليل ديال كاليبسو داروها في الداخله. ودابا البلان اللي ما فهمتوش هو ان ورزازات كتجيب ديما دي برود اجنبيه كبار يصوروا فيها، لدرجه نقدروا نسميوها هوليود ديال لافريك. وهادشي كامل ما فيهاش السينما وكاع ما كتبروجتي الافلام اللي كيتصوروا فيها. والسؤال اللي غادي نطرحوا اللي غنجاوبوا عليه هو ماشي شحال كيدخل المغرب الفلوس من هاد الافلام، حيت هاد القضيه كلشي عارفه، ولكن غنجاوبوا على فين كيمشيو هاد الفلوس بالضبط، شكون اللي كياخذها وشحال كتريان فيستا. وباش نجاوبوا على هذا السؤال غنتبعوا الطراجي ديال اكبر شيك في تاريخ السينما المغربيه. سي سي ام اللي هو المركز السينمائي المغربي ببليا البيلون ديالو ديال هذا العام، والارقام كانوا اسطوريه. في 2025 المغرب استقبل 48 برودكسيون ديال الافلام والسيريات الاجنبيه. توتال انفيسي يعني كاع لي فورما لون ميتراج سيريات الى اخره. والتوتال دخل اكثر من 1.21 مليار ديال الدرهم. ونعطيكم غير كومباريزون، في 2017 كانت 497 مليون ديال الدرهم، يعني في 8 سنين تضرب داكشي في 3 تقريبا. ولكن من مور هذا المليار 21 راه كاينين دي فيغيرو مخلصين النهار، دي زوتيل اللي عاودوا تحلوا وتبناو، حرايفيه وصنايعيه اللي بسببهم الاندستري ديال الافلام واقفه على رجليها. وفي هذا الفيديو غادي نحلوا درهم درهم من داك الشيك اللي سينات يونيفرسال حتى ديك القهوه اللي وصلت ريدي سكوت في البلاطو. وتبع معايا مزيان، راه التراجي هذا عامر بالمفاجآت وفي الجوايات بجوج. من كريستوفر نولان جاتو الفكره يدير تروي ما فكرش يمشي يديرها في شي استوديو. كياخذ كاميرات اي ماكس ديالو وكيجيبهم للقصر ايت بن حدو، القصر اللي عنده قرون من عهد المرابطين وهو كاين، وتكلاصا في اليونسكو عام 1987. نولان في اوديسي صور في مراكش الداخله في ورزازات وفي الصويره. وهذا الفيلم هذا صرف اكثر من 252 مليون ديال الدرهم في المغرب، تقريبا 27 مليون ديال الدولار، وهو الانفستيسمون توب 1 في 2025. 252 مليون حطها في فيلم واحد وماشي بوحدو. ومن موراه كاينه واحد لا سيري امريكانيه حطات 234 مليون، السيزون الثانيه ديال تيرمينال ليست عليه 130 مليون، ودي اجنسي 114 مليون. ماشي غير المراكن اللي كيجيو، كاينين دي برود فرنساويين، طليانيين، جابونيين، كوريين، عراقيين الى اخره. العالم كامل كيجي يصور في المغرب. من مورا مساله التصوير ديال اوديسي، مات ديمون اللي لعب الدور ديال اوليس وتوم هانا اللي لعب الدور ديال ولدو قالوا واحد الجمله زوينه، كانوا منبهرين بالبروفيسيوناليزم ديال لي زارتيزون ولي تكنيسيان وكاع الناس اللي كانوا معاونينهم وواقفين معاهم في الفيلم اوديسي المغاربه. وقالوا بان سهلوا عليهم الخدمه وان الخدمه كتكون ديما سهله في المغرب. ولكن تقول في راسك علاش نولان، ريدلي سكورسيز، فينشر، كاع بزاف ديال المخرجين عالميين كيخليو العالم كامل وكيجيو يصوروا في المغرب، زعما فيها لوميير واعره، دي بيزاج ناضين. وي هادشي راه كاين وكيعاون، ولكن لا غيزون الحقيقيه راه ماشي هي هادي. حيت هاد السبب عمرك ما غادي تشوفوا في الميكين اوف وفي البيهايند سينز. حيت المغرب كاع ما كيتسنى هاد الانتاجات الضخمه يجيو، ولكن كيخلصهم باش يجيو لعندو. هاد القضيه كتسمى كاش ريبيت، وواقيلا هو اهم كونسيبت في هاد الفيديو، يعني تبع معايا مزيان. البرانسيب ديالو ساهل، نتايا استوديو في هوليوود ولا استوديو اجنبي غتجي تصور في المغرب، كتصرف فلوسك في المغرب، في لي زوتيل، لي ديكور، لي سالير، لي كوستيوم، الماكياج، اي حاجه عندها علاقه بداك الفيلم انت خصك تصرف. وفي الاخر الدوله كترومبورسيك 30% من داكشي اللي صرفتي، يعني من كل 1000 فرنك كيردوا لك 3 دراهم. وهذا الشيء مكتوب في واحد الدوكيومون ديال سي سي ام اللي غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون باش تقراو. من مورا ما تابونا لاشين وتخليو لايكات وتكومونطيو اذا كان عندكم شي اسئله ما فهمتوهمش في هذا الفيديو. نرجعوا للسوجي ديالنا. سي سي ام عنده لي كونتر بارتي، وبارمي هاد لي كونتر بارتي هو انه كيفرض على هاد برودكسيون يزيدوا في الجينيريك الاخر ان المغرب وقف معاهم وعاونهم باش يكملوا هاد الفيلم بطريقه بروفيسيونيل. فيما تفرج في شي فيلم برودكسيون اجنبيه تصور في المغرب، تسنى في الاخر في الكريديت غتلقى هاد القضيه هادي. كونكريتمون ها كيفاش هادشي خدام. الاستوديو كيحط دوموند ديالو عند السي سي، كيهضر على الناتور ديال الفيلم، شحال غيدوز الوقت في التورناج، شنو البودجي ديالو وشنو السميه ديال الرياليزاتور. ومن موراها السي سي ام كيعطي لاكور ديالو في اقل من 30 يوم، وكيزيد واحد لا فورمول اوفيسيال سو ريزيرف دو لا ديسپونيبيليتي دي فون، يعني الاول اللي جا غيعيش حيت الفلوس راه كاع ما موجوده.
من موراها الاستوديو كيحط 5% كونسيون اللي هي عربون من داك الليد اللي طلب، وهاد الكونسيون اللي هي العربون كترجع ليك اذا سال الفيلم، واذا ابوندونيتي الفيلم وما بقيتيش تصورو ضربك تران في 5%. اون فوا سي سي ام كيشد لا كونسيون، الفيلم عنده 6 شهور باش يلونسي تورناج، و12 شهر باش يسالي، و3 شهور باش يحط كاع لي فاكتور. الرومبورسومون كيطيح دقه وحده فيرمون، حيت سي سي ام ما عندهاش مع الكاش، وخاصك تخلص قبل 180 يوم. ونزيدكم واحد ديتاي مهم، راه ماشي كلشي كياخذ هاد لي زيد، لي زانيماسيون لا تيلي رياليتي الاشهارات ولي كليب محيدينو. ولكن علاش الدوله ترجع لواحد الاستوديو اللي غني 30% من داكشي اللي كيصرف؟ باش نفهموا هاد القضيه خصنا نرجعوا بالوقت اللور عام 2021، وبالضبط في كوفيد، منين سدوا الحدود لي تورناج ديال برا طاحوا للارض وتهرسوا، والفلوس اللي كيدخل المغرب من هاد لي برودكسيون طاح بالنص، من تقريبا 800 مليون في 2019 ل 440 مليون في 2021. ورزازات خوات ودي زوتيل تسدوا، وهنايا دول اخرين دخلوا في لا كونكورونس. جزر الكناري عندهم الكاش ريبيت، داك الكونسيبت اللي قلت لك اهم واحد في هذا الفيديو، واسمع معايا. الامارات من 2012، وهنغاريا ومالط واوروبا الشرقيه مهرسين الاثمنه بزاف ديال هاد الكاش ريبيت. حيت اللي خصك تفهموا ان الانتاجات الضخمه راه ماشي مارشي انترناسيونال ولا شي حاجه ديال ليكونومي، راه حرب اقتصاديه فين كاع الدول كيطايفوا باش يجروا عندهم هاد الانتاجات يجيو يصوروا عندهم في بلادهم. والمغرب جاوب في 2022 فين طلع الرومبورسمون ديالو من 20 ل 30%، ومن موراها حكم لازون والارقام ديالو تفرقعوا. ولكن المغرب مازال ما امبوزا راسو، حيت كيطلب دي كونتر بارتي قلالين، يعني كما قلنا يمونسيوني المغرب بانه عاون في الفيلم وياخذ حقوق دي زيكستري من الفيلم باش يبروموتي التوريزم في البلاد. ودابا فهمنا بان الفلوس داخله 30% كترجع للاستوديو، ولكن هاد 70% اللي بقات فين هو كتمشي؟ هو يلا نكملوا ليستوار ونتبعوا ونشوفوا فين توصلنا. اول محطه ديال الدرهم هما الناس، هيومن، البشر اللي كيكونوا في البلاطو، وبسببها كنعاوده هما بارمي الناس اللي منجحين هاد الاندستري هادي، حيت راه تيكونوا فيها فنانه كبار، حيت لي تكنيسيون الحرفيين المغاربه راه مجهدين بزاف. نسدوا هاد القوس ونكملوا. ناخذوا غلادياتور 2 ديال ريدلي سكوت اللي تصور في ورزازات 2023، 40 دقيقه من ساعتين ونص الفيلم تصورات في المغرب. لارين ديال نومي ديال فورتوريس كلشي كامل تصور في المغرب، وهذا تكون تفرجتي في الفيلم راكي عارف. وهذا الفيلم غلادياتور خدم اكثر من 3500 واحد، دي تكنيسيان، دي زارتيزون، وتقريبا 400 فيغورون كانوا كيصوروا كل نهار. ونزيدكم باش البرودكسيون اجنبيه تدخل تصور في المغرب خاصها تدخل عن طريق برودكسيون لوكال. حتى الاستوديو من برا ممكن يدخل سولو، مثلا يونيفرسال اللي صوروا اوديسي دخلوا عن طريق زاك برودكسيون. بواط مغربيه تبارك الله دارت افلام كبار، انسبشن، بلاك ويدو الى اخره. وهاد الشركات هما اللي كيخدموا وهما اللي كيخلصوا وهما اللي كيجيريو لي زوتوريزاسيون. اي دولار ديال هوليوود خصو ترانزيتي مع شركه مغربيه، وهادشي اللي خلى المغرب في 60 عام يولي عنده واحد لو سافوار فير اللي كبير عند لي تكنيسيان ولي زارتيزون. 60 عام راه لورنس اوف ارابيا تصور في ورزازات وفي مراكش، يعني تصور في المغرب. ولي ستوديو اطلس تكرياو عام 1983 وتصور فيهم جيمس بوند في 86 والغلادياتور في 99. وهنايا فين ورزازات بدات كتولي نقدروا نسميوها ورزاوود، ودي جينيراسيون ديال لي فيغورون ديال القباصه ديال لي تكنيسيان عامه تعلموا هاد الحرفه ابا عن جد. ولكن هادشي اللي كنهضروا فيه دابا واللي هضرنا فيه غير البلاطو. شنو كيوقع في البلاطو التورناج؟ راه ملي كيجي السيديو من برا راه ما كيجيش المخرج وممثل واحد، راه كيجيو عريمه ديال الناس وكيهبطوا عندك دقه واحده وكيبقاو شهور كيصوروا. وهاد الناس خصهم 3 د الحوايج ضروريين: السكنه، الماكله والترونسبور. الطريق ديال الدرهم دابا وصلات برا البلاطو، وهنا في كيبان بصح في كيمشيو الفلوس. وغادي نعاود لكم واحد القصه قليل اللي عارفها اللي خرجت في البروجيكسيون ديال غلادياتور في كازا. في الاول غلادياتور 2 ما كانش يتصور في المغرب، بارامونت كانوا بغاو يصوروا كل شيء في مالط، حيت المشكل كان هو السكنه. المغرب في هاد الوقيته كان يلا خرج من الكوفيد ولي زوتيل كانوا مازالين سادين حيت التوريزم كان طاح، وداكشي اللي كان حال كان ديجا مستقطب بواحد لي زيفينمون اخرين، يعني من الاخر ما كانوش ديالي موجودين لهاد الناس.
هنايا فين سناء الكيلاني برودكتريس ديليغي في ديون فيلم اللي تكلفات بيع اللوجيستيك، كان الحل ديالها هو يرينوفي واحد اوتيل مسدود باش يسكنوا ليكيب ديال ريدلي، وبهذه الطريقه ريدلي سكوت تقنع باش يبقى في المغرب. وهنايا فين كيمشيو الفلوس عاوتاني، حيت فرمشة عين تكاد الاوتيل وترينوفا وكل شيء ولا زوين. دير الحساب ديالك الاف ديال الناس خصهم ياكلوا 3 ديال الروبا في النهار لمده اشهر. خاص كونفوا ديال لي كات هونغارات مكريين، خاص الخشب، القبص، الصباغه، كاع لا ماتير بروميير اللي كتعاون في الديكور الافلام، زيد عليها التوب، زيد عليها المازوط، يعني بزاف المصاريف. ومنين المخرجين الفنانه الكبار كتجيو كتعطيهم الفرصه يصوروا في المغرب، راه كيصوروا بطريقه ايبيك. وهنايا في كيبدا لامباكت ديال هاد التشريبيت وديال هاد الانفستيسمون اللي هضرنا عليه من الاول، بحيث ان الناس اللي في اوروب ولا برا المغرب كيتفرجوا في شي فيلم تصور في المغرب كيبان لهم المناظر خياليه وداكشي واعر. والقضيه هذه لاحظناها وبغاو يديروها في الداخله مع الاوديسي، وصراحه ملي تفرج في الاوديسي بات لي الداخله خياليه. ولكن مازال واحد المشكل، وان كتصور داكشي ايبيك تري بيان، ولكن لي توريست اللي كيجيو ما كاينش ايروبور انترناسيونال في ورزازات، وما كاينش لي زوتيل والبلايص ديال الديفيرتيسمون فين الناس يقدروا يخرجوا. دابا عرفنا التراجي كامل ديال الفلوس كيفاش كيجيو وكيفاش كتريا فيسا وكيفاش كيتصرفوا. ولكن حنا ديما عندنا ولكن، كون كان المغرب ناضي كون ما خلى حتى ريال يخرج من المغرب، حتى راه الفيلم ما فيهش غير التورناج. ملي المخرج كيسالي اخر بريز ديالو كيديروا حفله، كيديروا سيلفي، والتيم كيبدا تصفق وي سالينا الفيلم، وكيهز الطياره وكيمشي بحاله، وكيدي معاه كاع لا بوست برود، يعني المونتاج، لي زيفي فيزيوال، الميكساج اوديو، الكولور جريدين الى اخره. كاينين بزاف د اللعيبات في البوست برودكسيون، وهاد لابارتي اليوم كيديروا بزاف ديال الدول الاوروبيه بحال لندن، باري، لوس انجلوس، طاليان، المهم برا المغرب. ووزاره الثقافه صرحات بهذه القضيه وقالت بان حتى لا بوست برودكسيون خصها تلوكاليزا في المغرب، حيت فيها الفلوس بزاف، وهاد الفلوس هادو كيدوزوا من بين يدينا. والحقيقه الثانيه واللي كتعصبني واحد شويه، ما لقيتش الحل ديالها. اذا كنتو نتوما وسط الدومين ولا عندكم شي افكار كتبوا لنا في كومونتير. لي زارتيزون ديالنا ولي تكنيسيان اللي حريفيه كبار وناضين، اليد العامله ديالهم طايحه بزاف بارابور المارشي مونديال. وخاص الناس تعرف بان الحرفات اللي عندنا في المغرب راه برا ساويين الزبابل، وغير الاغنياء اللي كيمشيو يقادوا الحوايج عند الحريفيه. واليوم كنلاحظوا بان بزاف ديال الحرفات بدات كتنقرض، وهذه القضيه خاص الجهات المعنيه تنوض وتعاود دير واحد الاوديت ديال المارشي وتفهم كيفاش تحبب الشباب في هاد الحرفات، يعني تبدل الفكره عليهم وتلقى شي طريقه باش الشباب يتاثراو بهاد الحرفات هادو، حيت راه هو الساس ديال الثقافه المغربيه من واحد الناحيه. طريق باينه وبدات كتبان، اندستري ضخمه وعندها مداخيل كبيره. خاص لوريونطاسيون في المدارس تبدا تهضر على راه كاين مستقبل في هاد الاندستري للدراري اللي كيقراو، وتولي تهضر على هاد الخدمات مثلا في الاذاعات ديالنا ولا حتى في المدارس. ملي كيجي عندك داك السيد اللي كيوريك لوريونطاسيون، ما بقاش كونسونطري غير على سيونس فيزيك، سيونس مات، ورا الطبيب، لي زيكول اكسيتيرا. يعني خص تولي عندك واحد تولي تعرف تيكيليبري ما بين لاغ وما بين الخدمات اللي قدو نقولوا اونتر بارونتيز اوتيل لا سوسيتي، حيت عندك اون باز واعره عند هاد الحرايفيه هادو. وهاد الحرايفيه مستعدين يديروا لك واحد لاباساسيون كومبيتونس حيت عزيز عليهم داكشي اللي كيديروا. والهدف هو ان تطور من هاد الخدمات باش تردهم دي بوست تكنيك لي بوست كرياتيف، يعني الناس يوليو في السينما عارفين بان اذا بغيت نرسم غير شي طابلو ولا غير نصاوب زربيه نحطها في ديكور، راه خصني نكومونديها من المغرب، حيت تولي عندك واحد المان دوفر ديال الكرياتيفيتي سبيسياليست. خصك ضروري تجي للبلاد باش تاخذ داكشي اللي بغيتي. هاد الشابيتر يكون هو اخر شابيتر في الفيديو. نتمنى تكون الفيديو عجباتكم وكانت عطيتكم معلومات جديده. ما تنساش بارطاجي مع صحابك، تلايكي، تكومونتي، هادشي راه كيعاونني بزاف. ورزازات حضرات الافلام خياليه في تاريخ السينما، كوندون ديال سكورسيز، جيم اوف ثرونز، لورنس اوف ارابيا، واللائحه طويله هضرنا عليهم في الاول الفيديو. وهاد السنوات كامله ورزازات سادين فيها السينمات، ولا يومنا هذا مازال ما فهمتش، ما دخلتش هي راسي هاد القضيه، حيت الناس اللي ساكنين في ورزازات كيجيو الافلام
كبار كيصوروا في الزناقي ديالهم وفي الانحاء ديال المدينه، وكيكونوا هما الاخرين اللي كيتفرجوا في داكشي اللي تصور لهم في مدينته. والحاجه الثانيه هو ان بزاف الافلام اللي تصوروا في المغرب راه لي تكنيسيون لي زارتيزون هما اللي خدموا داك الفيلم، وكتلقى بان الفيلم ناجح، بان الديكور، بان الصوت، بان الفي اف اكس ولي كوستيم الماكياج واعر كيبان في داك الافلام. ولكن ملي كنرجعوا الافلام ديالنا كنحسوا بحال داكشي ما بقاش. وهنايا السؤال اللي عييت من القلب ما لقيتش الجواب ديالو هو واش المشكل من لي زارتيزون لي تكنيسيان ما كيبغيوش يخدموا مع لي رياليزاتور المغاربه، ولا العكس؟ الله اعلم. حيت راه خصنا نخدموا السينما في المغرب، نساو الكوميدي والدراما، خصنا نخدموا شي حاجه اللي كتباع على الانترناسيونال، شي حاجه ايبيك. وهاد القضيه هضرت فيها في واحد الفيديو في انستغرام. عطا الله ما يتقال عندنا في المغرب الناحيه ديال لي ميثولوجي، الجنون، امازيغ، السيده الحره، لي بيرات، كاين بزاف الحوايج. وحنايا عندنا واحد لو سافوار فير ديال هاد لي تكنيسيان اللي شافوا كيفاش كيتخدموا الافلام هيستوريك وكيفاش كيدار فيلم ايبيك. علاش كنقول هاد الهضره هادي؟ حيت ترامب في واحد التويت في 2025 قال واحد الحاجه اللي كتحس بها انها تقدر ديستابيليزي هاد الشيء كامل اللي كيخدم عليه المغرب، حيت بغى يطاكسي ويدير الديوانه على كاع الافلام اللي كيصوروا برا امريكا. وقال وي وانت موفيز ميد ان امريكا اجين، الريفيرونس ديال السلوغون ديالو ديال وي وانت امريكا جريت اجين. راه بورسونتاج كبير من لاكتيفيتي لوكال ديال ورزازات واقفه على هاد لي برودكسيون وعلى السينما. اليوم كاين غير تويت، ولكن غدا راه عارفين حنا يا خونا كيفاش كيفكر، يقدر يخرج لك الوا. وباش عجبني المغرب هو انه بدا كيفهم هاد الشيء هذا، حيت في 27 جوان 2026 المغرب لونسا سيتي انترناسيونال ديال السينما في ورزازات. بروجي طالع ب 240 مليون ديال الدرهم، فين غتكون لا بوست برودكسيون ولا فورماسيون. هاد جوج النقاط اللي ناقصين في بلادنا. وزياده على البروجي د ورزازات كاين واحد الاستوديو اللي غيتلونسا مستقبلا سميتو استوديو اركان، اللي يكون في عين عوده، اللي هو غيكون ضخم، تقسيمه ب 700 مليون ديال الدرهم. وهذا غيكونوا فيه دي زيكرون جايون فين تقدر دير الباك جراوند، وفين تقدر حتى لي الاستوديو ملي يجيو للمغرب ما يبقاش يمشيو ويجيو، يقدروا يستعملوا هذا الاستوديو في التصوير. وهنايا كما قلنا في الاول الفلوس ما يهربوش بين يدينا، كلشي يبقى في المغرب. ولافونتاج ديال استوديو اركان هو انه حدا جوج ديال لي زايروبور انترناسيونال، كاين ديال الرباط وديال كازا. وهنايا نقدروا نكونوا جاوبنا على فين كيمشيو الفلوس ديال لي برودكسيون الكبار ملي كيجيو للمغرب. المره الجايه ملي تكون كتفرج شي فيلم تصور في المغرب وتشوف شي ديكور ولا شي كوستيم ولا شي حاجه عندها علاقه بالحرفه في داك الفيلم، عرف بان راه حراي فيه ودي تكنيسيان مغاربه اللي صايبوها. نتمنى هاد الحلقه تكون عجباتكم، ما تنساوش راه السيبور ديالكم مفيد. لي كومونتير كنقراهم كاملين، واذا كانت عندكم شي انفو جديده ولا شي سوجي بغيتوني نهضر عليه كومونتير. شكرا ونتلاقاو في فيديو الجايه ان شاء الله.